الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. فيديو النهاردة عن الدلع والروقان والشياكة والأناقة وكل حاجة حلوة. تمام، بصوا انا حبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده علشان خاطر اي ست بيت بيكون وراها مسؤولية بتنسى نفسها. تعالي بقى انا اقولك ازاي مهما كان مصروف بيتك بسيط ازاي تطلعي منه ليكي مصروف تقدري تشبرقي نفسك بيهم، ان انت تجيبي بيهم الحاجات الشخصية اللي هي العادية الاساسية. يعني انا مش هقولك رفاهيات كمان، لا ده انت هتجيبي الاساسيات. بس انت ممكن تقولي طب هو في كل شهر تبقي شايله هم الاساسيات دي. تعالي اقولك بقى ازاي توفري وتطلعي من مصروف بيتك وتجيبيها. تمام، انت هتجيبي اساسياتك كلها اللي هي مثلا الحاجات الشخصيه، النظافه الشخصيه. محتاجه ايه؟ مثلا السويت، الحفاضات الشخصيه علشان خاطر العاده الشهريه، مزيل عرق او كريم للعرق علشان خاطر نبقى نضاف وريحتنا حلوه. مش هقولك برفان ولا هقولك سبراي ولا الكلام ده، لا حاجه كريميه كده حلوه. كده مثلا هتجيبي مثلا مرطب لشفايفك، كريم تفتيح، كل الكلام ده. تعالي بقى انا اقولك ازاي تطلعي من كل مثلا لو تطلعي من مصروف بيتك وما تأثريش عليه كمان. تعالي وانا اقولك. تمام، اهي ده هتجيبي من ده من ده من ده من ال10 جنيه ده والله من ده هتدلعي نفسك وتجيبي حاجتك كلها. طب ازاي؟ هي ال10 جنيه تجيب ايه؟ ده ال10 جنيه ما تجيبش حتى زبدة كاكاو. يا بس اهدي يا ست الكل عليا وشوفي بس انا هقولك ايه. تمام، دلوقتي مثلا الاحتياجات اي ست شخصية ايه؟ الاحتياجات الاساسية البسيطة. تمام، اللي هو اللي انا قلتهم مثلا حفاضات، سويت، مثلا زبدة كاكاو مرطب، مثلا كريم تفتيح، كل الكلام ده. انا بتكلم على الستات البساط العاديين خالص، الحاجات البسيطة دي. تمام، كريم مزيل للعرق مثلا، مخمرية ريحتها حلوة، كل الكلام ده. طب يا أميرة ما الحاجات دي غالية. تعالي انا هقولك تعملي ايه دلوقتي. مثلا ايا كان مصروف بيتك ايه، تمام، ايا كان مصروف بيتك ايه دلوقتي انتي هتشيلي من مصروف بيتك كل يوم 10 جنيه، 5 جنيه، بلاش 10، 5 جنيه يا ست الكل. تمام، انتي مثلا هتشيلي من مصروف بيتك 10 جنيه، انتي معاكي ال10 جنيه ومعاكي ال5 جنيه اللي تقدري تشيليه على حسب مصروف بيتك برضه، عشان خاطر انا ما اقدرش ان انا ايه اضغطك برضه. تمام، معاكي مثلا 10 جنيه، 5 جنيه كده كل يوم. اهم حاجة المبلغ اللي انت هتعملي عليه كل يوم. كل يوم تشيلي 10 جنيه، كل يوم تشيلي 5 جنيه. لو شلت كل يوم 10 جنيه هيبقى معاكي اخر الشهر 300 جنيه. لو شلت كل يوم 5 جنيه هيبقى معاكي اخر الشهر 150 جنيه. طب هما دول هيعملوا لي ايه ال150 جنيه 300 جنيه؟ لا بقى ما تبقيش طماعه. يعني انت ما تبقيش طماعه. احنا قلنا هنرضى بالقليل عشان الظروف والدنيا صعبه والحاجه غاليه وعشان نمشي امورنا كده. تمام، طب ازاي ال150 جنيه مش هيعملوا حاجه؟ لا هيعملوا لك. مثلا علبه الحفاضات ممكن تكفيكي شهرين مش شهر، يعني ممكن تكفيكي شهرين مش شهر. تمام، هتجيبيها مثلا خلينا نقول ان هي ب40 جنيه، 45 جنيه لو انت بتستخدمي النوع العالي يعني. تمام، اهي خلينا نحط لها 50 جنيه. تمام، تمام. مثلا السويت هتكون بكام؟ ب20 جنيه، 25 جنيه، وهتكفيك برضو مرة. خلينا نقول مرة، خلينا نقول مرتين، ايا كان ب25 جنيه. خلينا نقول مثلا ان انتي هتجيبي يا ستي انبوبة كريم تفتيح مثلا ب25 جنيه، ادي كده ايه 100 جنيه، 100 جنيه. تمام، فاضل 50 جنيه. هتجيبي بقى مخمرية،
كريم مزيل عرق ب25 جنيه او ب30 جنيه، مخمرية مثلا ب35 جنيه، وهكذا. هيتفضل مثلا معاكي 20 جنيه. ال20 جنيه دي بقى تجيبي ايه؟ صبع كريم مرطب كده، يعني ايه، روج، زبدة كاكاو ملونة كده. طبعا كل ده في البيت، انا ما بقولكيش تحطي حاجة وتطلعي بها بره، تخرجي بها بره. كل عايزه تجيبي حاجه تخرجي بها بره اللي هي تبقى مرطبه، تحطيها وانت خارجه زبده كاكاو بيضه جوز هند. لكن هتجيبي حاجه في البيت مثلا زبده كاكاو، والله العظيم بتكون احسن من الروج والوان الروجات والكلام ده كله. زبده الكاكاو الحمراء او البينك او بتكون احلى من ده كله. واحلى زبده كاكاو استخدمتها بتاعت مايوي، بصراحه حلوه جدا 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 جدا. تمام. ده لو انتي هتشيلي ال150 جنيه، لو انتي هتحوشي كل يوم 5 جنيه، انا كلمتك بالقليل اهو. تمام. تمام. طيب ال150 التانيين بقى، لو انا هشيل بقى كل يوم مثلا ال10 جنيه، ال150 جنيه التانيين بقى دلعي جوزك، ملوش نفس انه يتدلع معاكي ولا ايه يعني؟ خلينا بقى، خلينا ناس كده يعني. انا هجيب له ايه يعني؟ هدلعه هجيب له ايه يعني؟ تمام. خلينا اقولك هتجيبي له ايه. تمام. مثلا هتاخدي منهم من ال150 جنيه دول 100 جنيه، 100 جنيه. تمام. لان احنا نسيت اقولك على كريم لشعرك. هتجيبي مثلا برطمان كريم لشعرك ب30 جنيه، او ازازة زيت مثلا ب25 او ب30 جنيه. هيتفضل كام؟ 120 جنيه. تمام. هتروحي بقى تجيبي لجوزك بقى برطمان جل، مسكيش شفرات حلاقة ب30 جنيه، برطمان جل مثلا ب25 جنيه. هتجيبي له مثلا بتاعة برفان، ازازة برفان عادية كده بتركيب ب40 جنيه او ب50 جنيه، او كريم مزيل عرق ليه برضو يعني. هو برضو ليه نفس ان هو يتدلع ولا ملوش؟ ليه؟ ما ليه، خلينا نقول ان هو ليه. طب انا بقى معيش ان انا اشيل ال10 جنيه وهشيل 5 جنيه، هدلع جوزي ازاي؟ انا هقولك يا ست الكل، زي ما قلتلك في حاجات هتكفيكي مرتين. تمام. في حاجات هتكفيكي شهرين. تمام. الحاجة اللي تلاقيها فايدة عندك بفلوسها هاتي حاجات لزوجك. وطبعا زوجك يعني مش هيخلص برطمان الجل كله مرة واحدة، مش هيخلص مثلا يعني برضو يبقى محافظ برضو في البرفان، في مزيل العرق، في الحاجات دي. تمام. وبرضو الشفرات هتفضل كتير، الشفرات عشان يحلق بيها دقنه. تمام. تمام. عشان خاطر لو هو بيحلق الدقن في البيت، يعني بيحلق دقنه في البيت يوميا كده. تمام. انا عن نفسي انا جوزي كده بيحلق كل يوم دقنه في البيت بالشفرات العاديه، يوم ويوم وهكذا. تمام. ب10 جنيه اهتمتي بالعناية الشخصية بتاعتك وبالعناية الشخصية بتاعت زوجك. بس 300 جنيه شبرقوكي ويدلعوكي ويخلوكوا تروقوا على نفسك وما تهمليش في نفسك والله. لان لما بترضي نفسك ده بيخليكي تكملي للاخر. وانا هبقى اعمل لكم فيديو المره اللي جايه، اعمل لكم فيديو يعني ازاي تهتمي بنفسك بابسط الامكانيات، ازاي تسعدي نفسك بابسط الامكانيات، وايه الحاجات اللي هتسعدك. يعني انا عارفه ايه الحاجات اللي هتسعدك لان انا ست زيك. تمام. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تدوسوا لي لايك، واتمنى كمان ان انتوا تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت جميل شبهك كده، كومنت حلو شبه حضرتك كده. طبعا كل ده فضلا وليس امرا مني، يعني ده من يعني حابين تعملوه تمام، مش حابين تعملوه طبعا يعني جزاكم الله خيرا. تمام. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.